الكهربائية هي المستقبل، ولا الهجينة الايبريد هي الحل الذكي في المغرب بالنسبة خصوصا لسائقي الفي تي سي. تخيل معايا انك كتخدم النهار كامل وكتربح مزيان، وعندك المصاريف ديال المازوت والكهرباء شبه منعدمة، ولكن الفخ فين كاين؟ واش التأمين رخيص؟ واش الشحن موجود؟ واش كتربح اكثر؟ خليك معايا في الفيديو حتى الاخر، غادي نعطيك الحقائق كامله بالارقام، وتما غيكون عندك الاختيار الصحيح اش غادي تاخذ بالنسبه ل 2026. معكم كازاوي في تي سي. ما تنساش كيف العاده تدعم القناه، تشترك، تبارطاجي، تلايكي، وتخلي لنا شي كومونتير زوين، وتفعل زر الجرس باش يوصلك كل جديد. يا بسم الله. مرحبا بكم في كازاوي في تي سي. هنا مجال النقل عبر التطبيقات بالحقائق ديالو. بسم الله. يفتح يا رزاق يا عليم، يا ربي ترزقنا من حيث نحتسب ونحتسب. قلنا اول حاجه خصنا نديرو نعرفوا نعرفوا بالسيارتين شنو هي السياره هايبريد وشنو هي السياره كهربائيه. بالنسبه للسياره هايبريد هي عباره عن سياره فيها جوج المحركات، محرك كيخدم بالبنزين يعني بليسونس، ومحرك كيخدم بالكهرباء يعني كتستهلك اقل البنزين ولكن ماشي 100% كهربائيه. مزيان، هذا بالنسبه للهايبريد. وبالنسبه للالكتريك هي 100% كهربائيه، يعني ما كتخدم لا بغازوال يعني لا بيسونس لا بمازوت. دونك واضحه العمليه دابا. مزيان، شكون السياره المزيانه لينا بالنسبه كفي تي سي في المغرب؟ واخا كاين عندك، كنهضروا على حاليا، كاين عندك دابا نهضروا على السياره هايبريد. السياره هايبريد اول حاجه ما كتحتاجش للشحن، يعني ما عندكش مشكل ديال الشارج. ثاني حاجه السياره قليله في الاستهلاك. هيا جاتنا كورس اخرى ان شاء الله ناخذوها كذلك. قلنا قليله في الاستهلاك، مزيان، يعني كتخدم نص كيخدم الكتريك الا ما فتيش واحد السرعه، من بعد كتولي تخدم ليسونس. مزيانه الخدمه، يعني تقدر تخدم فيها مده طويله، يعني مريحه، يعني من 8 السوايع حتى 12 ساعه تقدر تخدم فيهم اليز مرتاح. الحاجه الاخرى الا وهي سهله في البيع، يعني دغيا كتباع. مزيان، هذا الشيء كنهضروا بالنسبه للسياره اللي هي هايبريد، السياره الهجينه. دابا ندخلوا للسياره الكهربائيه، فعلا هي المستقبل. ولكن بالنسبه للسيارات الكهربائيه راه بالنسبه للكلفه ديال الطاقه ضعيفه، يعني مزيانه، يعني ما غالياش، ولكن المشكل الطريقه ديال الشحن، يعني فين غادي تشارجيها. بالنسبه للمغرب مازال قلال، لي بورن مازال قلال. الحاجه الثانيه ملي كتبغي تمشي تشارجيها، حيت كاينين جوج الانواع ديال الشارج، كاين الشارج فاست يعني الغابيد، وكاين الشارج العادي، وفي كلتا الحالات كياخذوا لك وقت طويل. يعني كاين السياره مثلا اللي تقد تشد لك الا درتيها في الغابيد تقد تشد لك المينيموم واحد ساعه ونص ديال الشارج. دونك هذا كيضيع عليك الخدمه. زيد الحاجه الثالثه انها مازال غاليه في المغرب، الطوموبيلات الكتريك مازال غاليين بزاف. دونك هاد النقاط واضحين. دونك بما يهبط الكلام، قلنا الانواع ديال السيارات هايبريد اللي ممكن تخدم بهم في تي سي، يعني نختاروا منهم واحد ثلاثه. كاينه تويوتا كورولا هيبريد، وكاينه تويوتا ياريس هيبريد، وكاينه هيونداي يونيك هيبريد. هادو ثلاثه السيارات ممكن تخدم بهم. بالنسبه للسيارات الكهربائيه كاينين حتى هما، غنختاروا ثلاثه اللي هما في المتوسط. كاينه داسيا سبرينت، كاينه رونو زوي، وكاينه بي اي دي دولفان. دونك هادو هما السيارات اللي ممكن تعتمدهم كفي تي سي في المغرب حاليا، لانهم في الثمن ارخص شويه. هذا ما كان نكملوا لاكورس ديالنا كما قلنا، ونعاودوا نرجعوا لكم يا مسهل. دونك كما كتشوفوا الاخوان، حنا كملنا هاد لاكورس، تخلصنا الله يخلف الله يعمر. شوفوا شي كورس اخرى ونكملوا في الموضوع ديالنا يا مسهل. دونك نكملوا في الموضوع، نهضروا على الاثمنه. بالنسبه ها هي كورس خرى جات ناخذوها نتوجهوا لها ان شاء الله، نكملوها ونرجعوا لكم يا مسهل. الله يرحمنا.
كتشوفوا الاخوان كملنا هاد لاكورس، تخلصنا الله يخلف الله يعمر. كورس اخرى غادي نمشيو ناخذوها وغادي نكملوا في الموضوع ديالنا. نرجعوا للموضوع، قلنا بالنسبه للاثمنه نهضروا على ليبريد كتحاور ما بين 22 مليون اللي هي 220 الف درهم و 320 الف درهم، يعني 32 مليون. هذا بالنسبه لليبريد. بالنسبه للالكتريسيتي او الكهربائيه كتحاور ما بين 20 مليون اللي هي 200 الف درهم و 400 الف درهم اللي هي 40 مليون. دونك هادو هما الاثمنه. الفرق فين كاين؟ بالنسبه لليبريد في الصيانه كيكون ارخص، وبالنسبه للالكتريسيتي في الطاقه كتكون ارخص. دونك هذا هو الفرق. نمشيو ناخذوا هاد لاكورس ان شاء الله ونكملوها ونرجعوا لكم يا مسهل. كتشوفوا الاخوان كملنا لاكورس ديالنا، تخلصنا الله يخلف الله يعمر. نقلبوا على شي كورس اخرى ونكملوا في الموضوع. دونك قلنا بالنسبه لي زاسيرونس او التامينات، بالنسبه للابريد كتبقى بحال شي سياره عاديه، لي زاسيرونس ديالها عاديين. وبالنسبه الالكتريك يعني الكهربائيه كتكون زايده شويه، لان القضيه ديال الالكتريك جديده في المغرب، تكنولوجيا جديده في المغرب، دونك كتكون زايده شويه. هي كورس اخرى نتوجهوا ليها ونكملوا. هذا بما يخص التامين. وما يخص الضرائب بالنسبه للالكتريك كتكون عندها واحد الامتيازات، كاين كاع اللي معفيه من الضرائب. وبالنسبه للبريد راه عندها ما عندهاش امتيازات كبيره، كتبقى حتى هي في الضرائب عاديه. دونك هذا ما يتعلق بالالكتريك وبالابغيد بالنسبه للتامينات والضرائب. دونك نمشيو ناخذوا لاكورس ديالنا نكملوها ونرجعوا لكم يا مسهل. كما كتشوفوا الاخوان كملنا هاد لاكورس، تخلصنا الله يخلف الله يعمر. هو انا راه باقي ما مستوعبش اش واقع، لان المغرب احنا الحمد لله دابا ابطال افريقيا، واخا الخبر باقي جديد، دونك باقي في دماغي ما مستوعبش شنو واقع. انما الحمد لله الحمد لله. كما قلنا دونك غنهضروا على المشكل الاخر، الا وهو بالنسبه للسيارات الكهربائيه. المشكل اللي كاين انه لي بورن ديال الغوشارج قلال، نكونوا واقعيين، يعني قلال بزاف. مثلا فين غتلقى لي بورن باش تشارجي؟ لا عندك طوموبيله مثلا بحال تسلا، بحال طوموبيله كهربائيه، فين غتمشي تشارجيها؟ عندك نهضروا على كازا راه قلال، راه كاين يلاه في المول في مارينا، وواقيلا في جيت في اونومو، يعني ماشي ما كاينش شي حاجه كثيره، فهمتي؟ دونك كاين مشكل ومشكل كبير. يعني باش نكونوا صراحه الابريد احسن، انا نظريه ديالي اللهم الابريد احسن، يعني ما فيهاش الريشارج، كديماري كتخدم كتشارجي راسها، ملي كتفوت واحد المسافه وكتفوت واحد السرعه كتهبط لك الليسونس، والليسونس راه كاين. دونك هادو هما الامور اللي قلنا كيتعلقوا كل ما يتعلق بالسيارات والفرق ما بين السياره الكهربائيه والهيبريد الهجينه. دونك نحاولوا نكملوا خدمتنا تنشوفوا الحصيله اليوميه ديالنا ان شاء الله شحال غادي يكون فيها.
يلا يا مسهل. دونك كما كتشوفوا الاخوان، ها هي كورس خرجاتنا، نمشيو ناخذوها نقضيو الغرض ونرجعوا لكم يا مسهل. نشوفوا الاخوان، حنا كملنا هاد لاكورس، تخلصنا، الله يخلف الله يعمر. دونك كنظن غتكون هذه لاكورس الاخرى، نشوفوا الحصيله اليوميه ان شاء الله، ونشوفوا الخلاصه ديال هذا الفيديو هذه ان شاء الله. يلا دونك كما كتشوفوا الاخوان، الحمد لله درنا واحد 9 لي كورس، الحمد لله بقينا محافظين على الثمن رغم هاد المشاكل والبوت وهذاك الشيء اللي كنقولوا، الا الحمد لله بقينا محافظين على الثمن. خدينا بثمن ديال 5.12 كيلومتر، درنا تقريبا واحد 189 درهم، درناها في ساعتين، بدينا مع 9 سالينا مع 11. اللهم لك الحمد، الله يخلف الله يعمر. الا بغيتي تخدم براحه وبدون صداع، هيبريد هو الاختيار الذكي ديال اليوم. ولا بغيتي تستثمر في المستقبل وتحمل المشاكل ديال الشحن، ممكن تختار الالكتريك. ولكن الحقيقه والاختيار الافضل تبقى واش غادي تفضل راحه اليوم ولا المشاكل ديال الغد. قول لنا في التعاليق اشنو بغيتي تختار، واش الهيبريد ولا الالكتريك. دونك الى هنا كنظن الفيديو ديالنا سهله. ما تنساوش كيف العاده تدعموا البارطاج ولي لايك باش يوصل المحتوى ديالنا لاكبر عدد من الناس. الخيار كيبقى لك، وشاركونا الاراء ديالكم في التعاليق. الى هنا استودعكم الله والسلام عليكم.